في هذا الوقت اللي عايشين فيه ود الزمان اللي عايشين فيه، التركيز ما بقاش غير واحد الميزه تيتميزوا بها الناس اللي ناجحين واللي متفوقين. التركيز ولا بحال واحد السلاح، حيت في هذا الوقت هذا كنت تلاحظ اي حاجه تحاول تشد الانتباه ديالك. انستغرام، هذه السوشيال ميديا، الريل، نوتيفيكاسيون، صحابك، الماتش، القهوه، هذه راه يسأل اللي يقدر يسد على الصداع هذا كامل ويجلس مع راسو بواحد التركيز اللي طالع. راه دابا متفوق على بزاف ديال الناس، كيبانو خدامين النهار كامل ولكن عقلهم مشتت في بزاف ديال الحوايج. انت ولا انتي راك ماشي فاشل وماشي مكلخ وماشي عندك مشكل في الطموح ديالك ولا داكشي اللي باغي توصل ليه. المشكل الحقيقي انك عايش في واحد العالم اللي كيعلمك تهرب من التركيز اللي هو اغلى حاجه عندك. كل مره كتحس بالملل كتشد التليفون، كل مره كتلقى شي حاجه صعيبه كتدخل انستغرام، كل مره خاصك تصبر شويه كتقلب على واحد الدوبامين اللي يجيب بواحد الطريقه غير طبيعيه واللي بالزربه. ومع الوقت العقل ديالك يولف يهرب من اي حاجه تتطلب مجهود واي حاجه فيها الخدمه وعقلك كيخدم فيها. السلام عليكم خوج، اليوم غنهضروا على واحد السلاح اللي غيخليك هربان على بزاف ديال الناس. غنهضروا على كتاب ديال العمل العميق. المؤلف كارل نيوبورت كيقول لك باللي عندنا جوج انواع ديال الخدمه. النوع الاول اللي سماه العمل السطحي او العمل اللي سهل واللي بسيط واي واحد يقدر يديرو، بحال مثلا داك تجاوب على لي زيميل، تلاقى مع صحابك، لي ميساج، السوشيال ميديا، الاشياء اللي كتبان مشغوله ولكن ما كتنتجش واحد الحاجه اللي استفدتي منها او اللي كان عليك تستافد منها. والنوع الثاني اللي سماه بالعمل العميق، واحد القدره ديال التركيز اللي بلا انقطاع تكون واحد التركيز اللي عميق فواحد المده اللي طويله. اللي كتبغي يوصل لك بهاد الحاله هادي عقلك كيوصل لواحد المستوى اللي كيوصلوا ليه الناس الاخرين. كتخدم ساعه ولكن انت تستافد، كتخدم ساعه واش تستافد. تخيل راسك جالس في قهوه قدام كاس شاي ولا ماتش في التلفازه، صحابك كيهضروا، تليفون في يدك، ما راسك تقول شوف شنو كاين، كتدخل انستغرام انت وليتي فري ولا ريل، ضحكه من هنا، خبر من هنا، لقطه من هنايا، وبلا ما تحس اول ما سالا اتي برد والوقت مشى. تسول الناس واش فريمون استفدتي شي حاجه، ويمكن ضحكتي شويه ولكن عقلك خرج مشتت وما رحت شي حاجه كتبدل حياتك. هذا هو العمل السطحي اللي مشغول بلا حتى شي فائده وبلا حتى شي انتاجيه. اللي قل مدمن على الهروب. في الطوبيس كاين واحد المشهد اللي كيتعاود كل نهار، الناس كاملين هازين تليفونات، واحد في تيك توك، واحد في واتساب، واحد في لي شورتس. ماشي مشكل ترتاح شويه، ولكن الخطير هو ملي كل لحظه ديال الفراغ كتولي خاصها تعمر بالتليفون، حيت الدماغ ديالنا كيولي ما كيتحملش الملل. ملي الدماغ ما كيبقاش يتحمل الملل ما غاديش يتحمل حتى التركيز. الكاتب كيقول لك بلي هذا المشكل هذا ماشي في التليفون، المشكل في عقلك اللي ولف على الدوبامين اللي تيجي بالسربه. الا جربتي مثلا تجلس مع راسك واحد 10 دقائق بلا ما تجي تشوف في الحيط، حيت في داك الملل فين دماغك كيدير واحد الريسيت، واحد الاعاده ديال التشغيل، وكيرجع يقدر يركز. الا ما قدرتيش تقرا مثلا واحد الصفحه ديال الكتاب بلا ما تشد التليفون، راه ماشي حيت كتاب موبيل، ولكن راحت عقلك ولا مدمن على يهرب اي حاجه اللي صعيبه، ماشي صعيبه ولكن تتطلب واحد المجهود. ندوزو لواحد القواعد باش تولي في واحد سميتو، اولا الكاتب كيعطيك واحد 4 ديال القواعد اللي هما اللي كيفرقوا بين الشخص العادي والشخص اللي كيوصل او الشخص اللي يدخل في واحد، ماشي واحد الحاجه اللي تجيب بوحدها، ولكن خاصو التخطيط، خاصك دير ليه وقتو. مثلا تقاد ليه وقتو يصبح بكري يا هادي. المهم تعلم تمشي لواحد البلاصه اللي بلا تليفون
ساكته باش دماغك يرتاح وخاليه من اي حاجه غادي تشتت لك الدماغ ديالك، غير انت وداكشي اللي باغي دير، غير انت والمهمه ديالك. الصراحه انا ماشي كنقول لك حبس التليفون نهائيا، لا، التليفون غير واحد الاداه، ولكن المشكل ملي كتولي الاداه هي اللي كتتحكم فيك. المشكل الحقيقي هو العقل ديالك، تولي في الدوبامين اللي تيجي بالزربه. اي بوست صغيره التليفون، اي بنالتي قتلك التليفون، اي لحظه هدوء ولا تتسنى الطوبيس، لا مثلا راك في الطوبيس تتسنى شي صاحبك التليفون، ومع الوقت الدماغ ديالك ما كيبقاش يتحمل واحد التركيز اللي عالي، واحد التركيز اللي خاصو يكون فيه في واحد الحاله طبيعيه ولا شي حاجه بحال هكا. الا ما قدرتيش تقرا صفحه واحده ولا ما تشد التليفون، راه ماشي حيت الكتاب ممل، ولكن حتى راه العقل ديالك هو ولف يهرب من اي حاجه تتطلب مجهود. انزل القاعده الثانيه، وهي ان جدوا على انك خاصك تقبل الملل اللي تيوقع لك في الحياه اليوميه ديالك. الكاتب بغى يوصل لك بلي الملل هو المكان اللي كيكبر فيه العقل ديالك، في اللوحه ديال الحمام ديالك ولا في الطريق ولا في الكوزينه. اكثر الافكار العبقريه طلعت في البلايص مكاينش فيها التليفون، وهادشي ماشي صدفه. خاص الواحد يتعلم يبقى مع راسو ولو 10 دقائق في اليوم، ويزيد بشويه بشويه، ويتعلم يدير واحد التامل اللي بينه وبين راسو. كارل نيوبورت الكاتب ديالنا كيقول لك بلي التركيز بحال واحد العضله، كل ما دربتيه كيتقوى اكثر من اللي كان عليه. بدوك الحوايج الصغار مثلا اللي تيبانوك انت، مثلا طفي نوتيفيكاسيون تبعد على التليفون شويه، ماشي تبعد عليه نهائيا، ولكن تبعد عليه شويه، تخدم واحد مثلا 30 دقيقه مثلا بواحد التركيز ديالك اللي طالع، بلا حتى شي حاجه تبرزتك. في الاول غادي تحس بواحد الملل اللي ما يمكنش حيت ماشي سهل الصراحه، ولكن هذا الملل هذا مهم بزاف، حيت في داك الهدوء وفي داك العقل ديال في ديك الوقيته العقل ديالك كيرجع يتعلم كيفاش يركز الحاله ديالو الطبيعيه. دوز الخوت القاعده الرابعه اللي كيقول لك فيها خاصك تقلل من الخدمه السطحيه ودوك الاعمال البسيطه اللي تدار مثلا في التليفون، ولا في عمل اللي اي واحد يقدر يديرها. الكاتب كيقول لك بلي المهام اللي بسيطه، الميساج، ايميل، خاصهم يكونوا اقل ما يمكن في اليوم ديالك ولا النهار ديالك. خاصك تحدد واحد الوقت اللي تستعمل فيه هادي، مرة في الصباح ومرة في العشية، وما تفتحهمش في الوسط ديال النهار. الصباح الساعات الاولى ديالو خاصها تكون التفكير العميق فقط. في الاخر الكاتب مش يتسناش منك تولي واحد الشخص اللي بيرفكت، واحد الشخص اللي مثالي، واحد الشخص اللي عبقري في بزاف ديال الناس. هو غير بغى يحلك عينيك على واحد الحقيقه. احسن نسخه منك هي نسخه اللي واعره، والنسخه اللي خاصها تكون ناجحه واللي واصله للليفل اللي باغي توصل ليه. ما كايناش في المستقبل البعيد، هي كاينه دابا في ديك اللحظه اللي غتقرر فيها تحط التليفون وتقعد التركيز ديالك وتقعد وقتك وتواجه الراس ديالك وتعطي لك فرصه يخدم بكامل القوه ديالو. انت ماشي مجرد رقم كيزيد الارباح الخوارزميه ديال انستغرام ولا فيسبوك ولا تيك توك ولا دوك المشتتات اللي تدخلهم، ولكن انت صانع، وباش تصنع شي حاجه اللي عندها قيمه في الدنيا دي خاصك العمق ديال العمق. المهم انا نكون وصلنا للخط ديال الفيديو، ان شاء الله فراسكم الخوت، السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.